هو مش هينفع نكمل مع بعض. يا احمد انا مش هسيبك عشان حاجه زي كده. مش هينفع اكمل ولازم اطلقك، انا اسف. يا احمد اسمعني، انت بتظلم نفسك وبتظلمني معاك. الحقني يا اخويا، احمد عايز يطلقني. ايه اللي انت بتقوليه ده يا بنتي؟ طب اهدي اهدي، انا جايلك دلوقتي. مستنياك. ايه يا حور اللي حصل؟ وايه اللي وصلكم لكده يا بنتي؟ انا ما كنتش متخيل ان احمد ممكن يطلقني عشان الظروف، بس جه النهارده وقرر ان هو يطلقني. قرر ان هو يطلقك؟ طب ما تفهميني ايه اللي حصل من البدايه. انا هحكي لك، الحكايه كلها بدأت من اول. الو. ايه يا احمد انت فين؟ انا في البيت دلوقتي. بقول لك انت لازم دلوقتي تشوف لي شغل تاني، انا مش هينفع اجي الشغل ده. في ايه يا احمد؟ وازاي انت اصلا تسيب الشغل وتمشي؟ مش هينفع اكمل الرقصه في الشغل ده. اقفل يا احمد اقفل، انا هحاول اتصرف كده واجيلك دلوقتي. ماشي ماشي يا رافض. يا رب. ايه انت هتسيبني كمان واقف على الباب؟ عدي يا احمد ادخل. انت ازاي يا احمد تمشي وتسيب الشغل من غير ما تستأذن؟ وكمان لسه ما خدتش حقك، انت بتستهبل. لا انا ما بستهبلش يا رافض، وانت عارف ان انا مش هدخل بيتي حاجه حرام، وكده كده انت عارف ان انا مش من حقي. طب انا عندي فكره هترجع لك حقك ومكانتك في الشركه. احمد انت قاعد كده ليه؟ في ايه؟ انا اسف يا حور، انا حاولت والله العظيم حاولت. يا احمد انا سمعتك انت ورأفت وانتوا بتتكلموا وفاهمه وعارفه كل حاجه، بس صدق بكره ربنا هيعوضك بحاجه احسن بكتير من اللي انت كنت فيه. يا رب بجد يا حور، عشان انا حاسس ان مستقبلي كله ضاع، مش عارف هعمل ايه. بس كده، ده كل اللي حصل. طب امال احمد فين دلوقتي؟ احمد من ساعه اللي حصل ما بيننا وهو في الاوضه جوه قافل على نفسه ومش راضي يكلمني. يا عم احمد، هو انت فاكر ان انت كده راجل يعني؟ انت عايز ايه يا احمد؟ هو انا مش قلت لك قبل كده لما تكون في محنه او في شده تقول لي تعرفني؟ هي حور قالت لك؟ ايوه طبعا قالت لي. هي مش اختي؟ وبعدين مش دي البنت اللي ضحت قدام الدنيا بحالها علشانك؟ هي ضحت عشاني، بس ما عادش ينفع اكمل. بص يا عم احمد، انا مش هقول الكلام ده عشان هي اختي، بس حور ست اصيله وقفت جنبك وسندتك، مش هتيجي بعد العمر ده كله وتتخلى عنها. انا عارف، وانا عارف ان هو عمرها ما سابتني في شده، بس صدقني المره دي صعب. هو انت مش مؤمن يا احمد وعارف ان رزقك هيجيلك؟ وبعدين انا عايزك تثق في ربنا اكتر من كده، لان اللي بيثق في ربنا بيرزقه وبيكرمه. انا تعبت يا احمد، انا تعبت بجد، مع اني عارف ان ربنا هيكرمني، بس بجد ما بقتش قادر. ما هو انت لازم تقدر يا صاحبي، لان ربنا ما قالكش كده. ربنا قال ولا تيأسوا من روح الله، وانا عايزك تثق فيه خير وهو هيكرمك. يا احمد وانا جنبك ومعاك، وصدقني هنعدي كل حاجه سوا وحقك هتاخده، بس خليني معاك. في لحظات الضعف الانسان بيبقى مش شايف غير خوفه، بيفتكر ان البعد هو الحل، وانه لما يسيب اللي بيحبهم بيحميهم. بس اللي بيحصل اعمق من كده بكتير، في اقدار ربنا بيصرفها بحكمه احنا ما بنفهمهاش. واحمد كان فاكر انه بيهرب من الفقر، بس الحقيقة انه كان بيتعامل مع قدر لسه وقته ما خلصش، لان اللي مكتوب لك هيجيلك في وقته حتى لو اتأخر.